صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم، وهدى الله من يخالفكم، ورزقنا شفاعتكم إنه سميع مجيب. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. يا درة غادرت أصدافها فعليت، حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. قد أحدقت به آلاف يصول بها كأنه أسد قد شد في حمري. فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد منهم عفري. إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ 20 في العمر. مرملا مذ رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. خلفت والدة والها محيرة مدهوشة ليس من حام ومنتصري. يا ابني يا جاسم قوم ريت الموت ليا. يا ابني يا جاسم قوم ريت الموت ليا. يا جاسم ريت هالطبرات بيا. الصدق رايح يا يمه وهاي هي وتخليني أون الليل واسهار. ذبيح على الثرب يا حال جسمك وذر يا جاسمي
وكلش يلمك، حنيت الجفوف بفيض دمك وكتر جنازتك هلهولة أمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: يا معاشر الشباب، عليكم بطلب الآخرة، فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا فأصاب الآخرة. من المسلمات ومن البديهي الهدف من مجيء وبعثة جميع الأنبياء وبعد ذلك جميع الأوصياء والأولياء إلى هداية الناس ودعوة الناس إلى الخير والصلاح. والدعوة إخواني كما تعلمون هي دعوة عمومية من قبل المولى تبارك وتعالى، وما يستثني أحد. الله عز وجل في دعوته إلى كافة عباده ما يستثني أحد. الدعوة لكافة عباده من الرجال والنساء، من الأغنياء والفقراء، ومن الأقوياء والضعفاء. إذن إخواني الدعوة للجميع من قبل المولى تبارك وتعالى على لسان أو ألسنة أنبيائه والأوصياء والأولياء. ولكن النقطة التي ينبغي الالتفات إليها، هناك مجموعة من الناس لمجموعة من العوامل والأسباب، مو من باب الأفضلية وإنما من باب الأولوية إن صح التعبير، يعني من باب أولى هذا التركيز وهذا الإصرار من قبل الشريعة الإسلامية تجاه هذه المجموعة لمجموعة من العوامل والأسباب، سوف نبينها انطلاقا من حديث إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المجموعة إخواني؟ مجموعة الشباب. مجموعة الشباب هناك اهتمام لا حدود له، هناك اهتمام لا نظير له من قبل المولى تبارك وتعالى انطلاقا عن الآيات الواردة في محكم الكتاب الكريم، ومجموعة كبيرة من الآيات والروايات المروية عن أهل بيت العصمة وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وآله. نرى ذلك الاهتمام الذي لا حدود له اتجاه دعوة هذه المجموعة، دعوة الشباب إلى الخير والصلاح. ومن جملة تلك الأحاديث الرائعة، من جملة تلك الأحاديث الرائعة التي في نظر القاصر هذا الحديث لوحده محاضرة، هذا الحديث المروي عن لسان إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. مبدئيا الخطاب نعم مع الشباب، ولكن كما بينا أساسا الخطاب مع كافة العباد، ولكن من باب أولى أو الأولوية إن صح التعبير خطاب الإمام مع معاشر الشباب. قال عليه السلام: يا معاشر الشباب،
عليكم بطلب الآخرة، عليكم بطلب الآخرة. فوالله ما رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة. فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة ولكن في نفس الوقت فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا فأصاب الآخرة. ومعنى ذلك إخواني وأعزائي، إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه الحقيقة: الإنسان أو الشاب المؤمن الذي يبحث عن الآخرة لفضل الله تبارك وتعالى يعثر على الدنيا والآخرة في آن واحد. ولكن ذلك الإنسان أو ذلك الشاب الذي فقط يريد ويتمنى الدنيا، من الممكن أن الدنيا تأتي إليه بكل ما فيها من ملذات، من ثروة، من أموال، من جاه ومناصب، ولكن تأتي إليه الدنيا وقطعا ليس له نصيب في دار الآخرة. كلمة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى هذه الحقيقة الرائعة. انطلاقا من هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وإلى موضوعنا، وهو الذي يدور حول هذه المحاور. أولاً، تحديداً لماذا خطاب الإمام مع مجموعة الشباب دون غيرهم؟ تحديداً لماذا خطاب إمامنا الحسن عليه السلام مع مجموعة الشباب دون غيرهم؟ يا معاشر الشباب، هذا أولاً. ثانياً أخواني وأعزائي، من الممكن هناك من يسأل الأسباب البارزة، وإن كان الجواب لهذا السؤال إخواني مكرر، ولكن من باب التوضيح هناك من يسأل وخصوصا الشباب: ما هي الأدلة الدالة على أفضلية هذه الدار، دار الآخرة، على دار الدنيا؟ شنو الأسباب؟ الإمام سلام الله عليه بصريح حديثه يفضل الآخرة على الدنيا. هناك من يسأل، وإن كان الجواب واضح ومشهور، ولكن من باب التوضيح. وثالثا أخواني وأعزائي، ما هي العوامل التمسك بأي عوامل التي في النهاية بالتمسك بها الإنسان المؤمن، الشاب المؤمن، يفوز برضوان الله تبارك وتعالى في دار الدنيا وفي دار الآخرة؟ أولاً، المحور الأول من بحثنا إخواني إشارة إلى هذا السؤال أو إلى هذا المعنى: لماذا خطاب الإمام سلام الله عليه مع مجموعة الشباب دون غيرهم؟ لمجموعة من العوامل والأسباب. منها أولاً إخواني وأعزائي، الإنسان أو كل إنسان يخلق أو خلق بطبيعة الحال وضمن الشرائط الطبيعية يمر بعدة مراحل. ضمن الشرائط الطبيعية: أولاً مرحلة الولادة، مرحلة الرضاعة، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، وبعد ذلك الشيخوخة، وفي نهاية المطاف قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. والشكل حسب التسلسل. هذا ضمن الشرائط الطبيعية، ولا من الممكن الإنسان هو طفل يفارق الدنيا، من الممكن هو شاب على كل حال يخرج من دار الدنيا، ولكن ضمن الشرائط الطبيعية كل إنسان خلق أو يخلق يمر بهذه المراحل الخمسة أو الستة. ولكن بشهادة الجميع إخواني، أكثر المراحل قوة، أكثر المراحل نشاطة،
أكثر المراحل طموح هي مرحلة الشباب. أكثر المراحل قوة، نشاط، طموح. الإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الشباب يفكر، يخطط أن يكون نفسه ماديا ومعنويا. من هذه المرحلة يفكر كيف يكون نفسه ماديا ومعنويا. إذن إخواني، أكثر المراحل قوة ونشاط هي مرحلة الشباب. هذا أولا. ثانيا، بالإضافة إلى هذه الخصوصيات الطيبة، إنه مرحلة الشباب أكثر مرحلة قوة ونشاط وطموح، بالإضافة إلى ذلك مرحلة الشباب أكثر مرحلة خطورة. مرحلة الشباب أكثر مرحلة خطورة، وهناك الكثير إخواني. هذا عامل الانحراف. عامل الانحراف من الممكن يعني يصطدم به الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل، ولكن نسبة الانحراف أكثر وين؟ في أي مرحلة؟ مرحلة الشباب إخواني. ولذلك كما تعلمون تصل إلينا وإليكم الأخبار، كثير من العوائل يشكون من سوء تربية أولادهم، يشكون من سوء تربية أولادهم على كل حال، لعوامل ولأسباب. وهذا الشاب على كل حال لغروره، لجهله، لغطرسته، له القابلية على كل حال يحول الدار إلى نار وجحيم. تكون له القابلية، أثر على كل حال مجموعة من العوامل والأسباب، يكون على كل حال وسمة عار. هالشكل اللي بين لك إياها للعشيرة أو للعائلة، وخصوصا للوالد والوالدة المسكينة، باستعداده أن يحول البيت إلى نار وجحيم. إذن إخواني، هذا أيضا عامل من العوامل اهتمام الشريعة الإسلامية بمجموعة الشباب، إن هذه المرحلة بالإضافة إنها تكون أكثر مرحلة قوة، نشاط وطموح، بالإضافة إلى ذلك أكثر مرحلة خطورة. هذا ثانيا. ثالثا إخواني وأعزائي، اعتماد الدول، اعتماد الشعوب، اعتماد الحكومات في كافة المجالات العمدة على مجموعة الشباب. كيف وبأي معنى؟ احنا بعد ما عدنا أعلى من الدولة والحكومة، والشكل زين. الدولة تتكون من ايش؟ الدولة تتكون مجموعة من المؤسسات، دوائر حكومية، بنوك، جيش، محاكم وما شابه. عمدة اعتماد الحكومة، عمدة الاعتماد على مجموعة الشباب. الطفل ليس له العقلية والشيب، من رغم تجربته وخبرته ليس له القابلية. إذن عمدة الاعتماد لمن؟ على مجموعة الشباب. لهذه الأسباب إخواني نرى الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمام لا حدود له، وأكدت على تربية في هذه المرحلة على تربية مجموعة الشباب أكثر من باقي المجموعات إن صح التعبير. هذا هو المحور الأول. ثانيا إخواني، هناك من يسأل كيف وبأي معنى وانطلاقا من أي عوامل، من أي العوامل والأسباب الآخرة مفضلة ومتفوقة عطاء على دار الدنيا؟ هذا السؤال يعني واضح، وأيضا الجواب عن هذا السؤال واضح ومكرر، ولكن من باب التوضيح. أولا إخواني، دار الدنيا دار فناء، ودار الآخرة دار بقاء. دار الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر. وهناك كلمة رائعة: الدنيا مزرعة الآخرة. كل فعل، كل عمل يصدر من الإنسان، سواء كان خيرا أو شر، سواء كان العمل خير أو شر،
النتيجة والمحصول في تلك الدار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأي عاقل يفضل دار فناء على دار بقاء. هذا مورد الأول. ثانيا إخواني، كما تعلمون أهل تجربة على كل حال، لا توجد في الدنيا هذه الجميع يبحث عن الراحة ولا توجد في الدنيا. الجميع يبحث عن الراحة ولكن لا أثر لها في هذه الدار. ولو وجدت الراحة في دار الدنيا هي ممزوجة بالنوائب والمصائب والمنغصات. وإن كانت الراحة لو وجدت في دار الدنيا خلينا نقول، ولكن هي على كل حال ممزوجة بالنوائب في مستوى راقي، الحالة والصحة تمام، ولكن لخبر سيء لكلمة جارحة سوف تغير حالك من حال إلى أسوأ شغلا من الممكن. ولكن في تلك الدار وفي الجنة إن شاء الله الراحة راحة متواصلة وما ممزوجة إخواني بالنوائب والمنغصات وإلى ما لا نهاية. وأي عاقل يفضل هذه الراحة الدائمية على راحة منقطعة ممزوجة بالمحن والنوائب. انطلاقا من هذين الموردين إخواني بطبيعة الحال، طبعا هذا الكلام ويا من إخواني مع الإنسان الذي هو صاحب عقيدة صاحب مبدأ، الذي يعتقد بوجود الدارين، ولكن الإنسان الذي لا يعترف ولا يقول هذا كلام آخر. إذن إخواني انطلاقا من هذين الموردين قطعا ومن البديهي دار الدنيا أفضل من دار الآخرة أفضل من دار الدنيا. عمدة البحث إخواني الجواب عن السؤال الثالث. المحور الثالث من بحثنا، الإمام سلام الله عليه بصريح حديثه يقول من الممكن جمع الدنيا والآخرة في آن واحد، ولكن في رأي الإمام في طلب الآخرة. هناك من يعتقد هذا الاعتقاد إخواني، أرجو الانتباه، يتصور هذا التصور الإنسان الدنيوي حسب زعمه الذي يبحث عن لقمة له ولعياله، هذا لم يكن له نصيب من الآخرة. وكذلك ذلك الإنسان الأخروي اللي سنة 12 شهر تعازي مجالي زيارة عاشوراء الأربعينية وإلى النهاية، هذا الإنسان ليس له نصيب من الدنيا. نظرة خاطئة إخواني وليست بصحيحة. هناك مجموعة من الآيات من الأحاديث والروايات تشير إلى هذا المعنى. من الممكن وقطعا ومن المفروض الإنسان العاقل الإنسان الواعي أن يجمع بين الدارين، بين الدنيا وبين الآخرة، ولا بأس ولا مانع في ذلك. ويكفيك ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا مانع من ذلك إخواني وأعزائي. وكأنما هناك مواجهة وصراع بين هؤلاء وبين هؤلاء، أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الدنيا يعيرون أهل الآخرة، وكذلك أهل الآخرة يعيرون أهل الدنيا. ولكن إخواني انطلاقا من الأحاديث المروية الصحيحة، ما بينا الحديث الذي ابتدأت به المجلس ومجموعة من الأحاديث والروايات، لا مانع أن الإنسان الواعي المؤمن ومن الممكن وقطعا أن يجمع بين الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. السؤال الذي يطرح نفسه إخواني هو هذا: التمسك بأي العوامل تكون أو يكون سببا في فوز الإنسان برضوان الله تبارك وتعالى والنجاة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة.
حسب الأهمية إخواني اخترت هذه الموارد الثلاث. بعبارتنا العامية، تريد خردة، تريد مادة، تريد دنيا، هذا في جانب. في جانب آخر تريد الآخرة، تريد الجنة، تريد وتريد، عليك بهذه الموارد الثلاث. أولاً التوكل على الله تبارك وتعالى، ولكن بمعنى الكلمة. التوكل، تريد خردة موشكين، تريد مادة بعد، التوكل على الله عز وجل ولكن بمعنى الكلمة. ليش هالتكملة؟ ليش بمعنى الكلمة؟ اخواني، هناك مجموعة من الناس لما تحكي وياه اقول له خريدها من ربك، يقول لي كأن ايش عندي غير الله واهل البيت، حسب تعبيره، ولكن يتوسل بالجميع سوى المولى تبارك وتعالى. يتوسل بهذا، يتمرضع الذاك، وكأنما كما تعلمون يتخذ السؤال حرفة. يتخذ، هو لا مانع من السؤال إخواني، ولكن عند الضرورة وضمن الضوابط الأخلاقية والشرعية. ولكن الإنسان يتخذ السؤال حرفة، ياهو العاينة جيب والطيني وكما تعلمون، وإلى النهاية هذا الأمر لا يليق نهائيا مع مضمون، مع هوية الإنسان الدينية. يجب عليه أن يعني شنو يتوكل؟ ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب. اتصف النية واطلبها من عده، هو اللي يدعبلها، هو اللي يدعبلها. المورد الأول إخواني التوكل على الله عز وجل ولا على غيره، ولكن بمعنى الكلمة. أن الإنسان وخصوصا الشاب يخرج من داره وعينه بعين المولى تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، من جملة الأمور، من جملة الموارد بالنسبة إلى الإنسان الذي يبحث عن الدنيا وعن الآخرة في آن واحد، صدق الحديث. صدق الحديث هي كلمة خفيفة على اللسان ولكن ثقيلة جدا في الميزان. أن الإنسان إخواني يا شباب التفتوا، ترى الرزق سبب من أسباب الرزق الواسع أن الإنسان يكون صادقاً أولاً مع نفسه ثم مع الآخرين. ومن الغريب جداً إخواني هناك من يحمل هذه العقيدة، يعني اختلاف الرأي تماماً، يعني 100% إن لم يكن زيادة. شهد الله ورسوله، هذا أحد خطيب ارتقى المنبر وكان الحديث عن الكذب والصدق، آثار المترتبة على الكذب وآثار المترتبة الإيجابية على الصدق. عندما فرغ الخطيب عن أو من كلامه جاء إليه الرجل، واحد جاء قال له شيخنا ايش قاعد تحكي؟ قال له شنو؟ قال له إذا ما كذب اللقمة ما تطلع. قال له إذا ما كذب اللقمة ما تطلع. انتوا ايش قاعد تحكون على المنابر؟ شوي اسلوبه ما ادري شلون كان. الخطيب قال له خو كذب وبراحتك كذب. هو لما حكى هاي الحكايه انا اعرف حق المعرفه، كان يلعب بالفلوس لعب. هسه تقريبا على بساط الفقر، هسه الان تقريبا على بساط الفقر. زوجته عافته اطلق والى النهايه يقول له اذا ما كذب اللقمه ما تطلع. سبب من الأسباب الرئيسية الذي يبحث عن الدنيا وعن الآخرة في آن واحد إخواني صدق الحديث. أن الإنسان يكون صادقاً بمعنى الكلمة. قل الحق وإن كان، قل الحق، بس هاي وين تلقاها؟ على كل حال. والمورد الثالث إخواني سبب من الأسباب الرئيسية بالنسبة إلى ذلك الإنسان وخصوصاً الشاب الذي يبحث عن الآخرة والدنيا التمسك بهذه المكرمة الأخلاقية، حفظ الأمانات. حفظ الأمانات كيف وبأي معنى؟ من باب المثال سلعة أو مبلغ من المبالغ يأتي الرجل من باب الصداقة أو من باب الاعتماد، عند من يأمن المبلغ أو الحاجة؟
إلى رجل أو إلى صديق أو إلى جار أو إلى شريك ما، وإذا بالصديق أو الشريك بين ليلة وضحاها يتحول إلى خبر كان، بين ليلة وضحاها يتحول إلى خبر كان. إخواني وأعزائي، والآية الكريمة كما بينا سابقا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الجرأة، الإنسان يتجرأ على خالقه، على أهله وعياله بلقمة الحرام. إخواني وأعزائي، عمود الدين الصلاة، عمود الدين الصلاة، ما ورد عن نبينا محمد وعلى اختلاف الروايات. هناك من قال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تغتروا لكثرة صلاتهم أو صومهم وطنطنتهم في الليل، وإنما اختبروهم بصدق الحديث بصدق الحديث وأداء الأمانة. إذن إخواني، هناك مجموعة من العوامل والأسباب تؤدي إلى الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، والفوز في الدارين، دار الدنيا والآخرة، ومنها التوكل على الله عز وجل، صدق الحديث وحفظ الأمانات. وللحديث تتمة. إخواني وأعزائي، هذا الحديث الذي ابتدأت به المجلس عن لسان أي إمام اللي بدأت الحديث؟ يا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة. الحديث عن من؟ عن إمامنا الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه. من هو المخاطب؟ معاشر الشباب، مو الشكل. فالإمام بصريح الحديث يطلب من معاشر الشباب: عليكم بطلب الآخرة. هناك السؤال إخواني، هناك السؤال يطرح نفسه: أوليس من باب أولى تطبيق مضمون الحديث من أولاد الإمام الحسن قبل أولاد الناس؟ أرجو الانتباه إلى هذا السؤال. الإمام سلام الله عليه عنده أولاد لو ما عنده، عنده ذرية لو ما عنده، شباب مو شكل زين. الإمام ماذا يقول؟ يا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة. أوليس من باب، من جهة الأولوية إن صح التعبير، تطبيق مضمون الحديث من قبل أولاد الإمام؟ يعني قبل ما تلتفت إلى أولاد الناس، إلى شباب الناس، فعلى الإمام لا بأس أن يلتفت إلى أولاده، مو الشكل. فلنأتي إلى صاحب الذكرى في هذه الليلة. من هو؟ القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. خلينا نشوف أين القاسم عن مضمون حديث أبيه الإمام الحسن سلام الله عليه. شو يقول الإمام؟ يا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة، فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا فأصاب الآخرة. فلنأتي إلى موقف القاسم ابن الحسن، وتحديدا في واقعة عاشوراء. إخواني وأعزائي، يروى هناك حديث، حوار جدا رائع دار بين إمامنا سيد الشهداء وبين ابن أخيه القاسم في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء. خلي نقول حوار حسني حسيني، خلينا نعبر عنه هالشكل: حوار حسني حسيني. خرج القاسم صلوات الله وسلامه عليه، التفت إليه سيد الشهداء، قال له: بني قاسم، أنت وصية أخي الحسن. شلون أقدر أودعك؟ أنت وصية أخي الحسن. وإذا بجواب القاسم سلام الله عليه، تأملوا في التربية الحسنية، قال له: عم حسين، وأنت أيضا وصية أبي الحسن، مثل ما أبوي موصيك بي كذلك موصيني بيك، مو هالشكل. هذا أولا. ثانيا قال له: بني قاسم، أبرجلك تمشي إلى الموت؟ أبرجلك
الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول يا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة. وهذا الحوار إخواني القاسم إيش كثر عمره؟ إيش كثر عمر القاسم؟ لم يبلغ الحلم والشكل. بني قاسم أبرجلك تمشي إلى الموت؟ قال كيف لا عم حسين، وأراك وحيدا فريدا. بعد اليمن وأراك وحيدا فريدا، هنا الرباط هنا. قال بني قاسم كيف ترى الموت؟ كيف ترى الموت؟ قال عم حسين بين يديك أحلى من العسل، بين يديك أحلى من العسل. سأسأل هذا السؤال، القاسم عليه السلام مطبق مضمون الحديث لو ما مطبقه؟ يا معاشر الشباب عليكم بطلب الآخرة، طبق لو ما مطبق؟ يقول الراوي يا فرج الله سيدي أنت المعزى بهذا المصاب الجلل. يقول مجرد وقع بصر سيد الشهداء على ابن أخيه القاسم من دون مقدمة انفجر بالبكاء والنحيب، انفجر بالبكاء والنحيب. بعد الإصرار التفت الإمام سلام الله عليه قال له بني قاسم إذن اذهب بادر إلى أمك إلى عماتك من أجل الوداع. يقول الراوي جاء القاسم سلام الله عليه دخل الخيمة مودعا، لزمة رجابة سكينة وعمته بحلقة شمه. الأبيات الخالدة لزمة رجابة سكينة وعمته بحلقة شمه، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك لعمك ضمه، هاليوم انا ناذرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وجنة يا والده ادعي لي، رايح انا يا والده من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المن اضمن حالي، انتي وعمتي زينب حين الغير نخوني، تسمعين يما وصيتي تسمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بلد ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والده حين الشرب ذكريني. يقول الراوي دخل القاسم إلى الميدان قاتل قتال الأبطال صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالخبيث الأزدي التفت قال والله لو مر بي هذا الغلام لأثكلن به أمه. قالوا له أوما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان؟ قال والله لأفعلن. كان القاسم يا فرج الله سيدي كان القاسم يقاتل قتال الأبطال، وإذا بشسع نعله انقطع، وإذا بشسع نعله انقطع. احتقارا للقوم جلس القاسم سلام الله عليه ليصلح شسع نعله، وإذا باللعين هز سيفه وضرب القاسم على أم رأسه. أين المنادي مع سيد الشهداء؟ رحم الله من نادى وقاسماه وسيداه وغريبا. هوى القاسم إلى الأرض وهو ينادي عم أبا عبد الله عليك مني السلام. يقول الراوي من كشفت الغبرة وإذا بسيد الشهداء عند مصرع ابن أخيه القاسم صلوات الله وسلامه عليه وهو يجود بنفسه. اقرأوا وياي.
بكى وناداه يا جاسم اشبي بكى وناداه يا جاسم اشبيدي يا ريت السيف قبلك حزوري هاني لكم تخلوني وحدي ويعلى خيمي يا عم الخيل تفتر. هذا هو حال الحسين سلام الله عليه. إذن ما هو حال أم القاسم رملة صلوات الله وسلامه عليها عندما رأت ولدها بتلك الحالة مخضب بدمه الطاهر؟ صاحت ساعة بس خلوني يمه انوح على الولد وابكي واشمه. اويلي اويلي واخضب شيب راسي بفيض دمه لو راح الولد شي صبر امه. عمي صاحت ساعة بس خلوني يا ما أرجو المشاركة وأجر الجميع على صاحبة العزاء الزهراء سلام الله عليها. عمي صاحت ساعة بس خلوني يا ما أنوح على الولد وابكي واشمه واخضب شيب راس بفيض دمه. لو راح الولد شي صبر امه. عمي ويان الفاجد الشبان ويان الضايق اللوعه يوم جاسم العريس بالعريس مفجوعه. يا الله اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا أرحم الراحمين. إخواني شفاء مرضى أصحاب حوائج الآية الكريمة باسم عزيز الحسين القاسم صلوات الله وسلامه عليه سوية جزيتم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه يجيب المضطر إذا دعاه. إلهي بحق القاسم بن الحسن سلام الله عليهما اشفي وعافي كل مريضة. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. بالحسين الوجيه عجل لوليك الفرج إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. خدمة سيد الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.